خزان الصرف الصحي للبيت الخاص بنفسك، من غير شفط، من غير ريحة، مصنوع من مادة فريدة تقريبا دائمة، دافئة، قوية وخفيفة، وسهل جدا ورخيص تعمله بنفسك، من مكونات متوفرة في كل مكان. خزان الصرف الصحي من غير خرسانة غالي وتقيل. تصنيع وتركيب جسم الخزان ده لازم يكون أرخص من مجرد توصيل وتركيب خزان صرف صحي جاهز، وكمان أرخص من توصيل وتركيب خزان معمول من حلقات خرسانية. الطريقة دي بتوفر جامد في اللوجستيات، وبتلغي تماما الحاجة لعربيات نقل غالية أو ونش للتحميل والتركيب. مش هتحتاج كمان للرفعة، مش هتحتاج معدات خاصة تدمر شكل الأرض أو الحديقة، ومش لازم تبهدل المكان. الشغل بسيط وسهل وبيشبه تمرين رياضي ممتع، عشان كده مش هتحتاج خدمات عمال بناء اللي ممكن يطلعوا في الآخر ناس مش أمينة أو حتى سكيرين وبيشتغلوا شغل أي كلام. عارف إن كتير هيقولوا ده مستحيل يحصل. ممكن يحصل، وده لأني بقولكم أنتم على قناة أغاني ياشا كوسياك، وإحنا هنا بنشجع الطرق والتقنيات الحديثة، والتقنيات الحديثة المفروض تسهل الحياة مش تعقدها. أهلا بالجميع. عشان أطبق الطريقة قررت أعمل قالب بسيط. هستخدم نص ترابيزة بينج بونج كنت عاملها زمان لما كنت شغال نجار. عدد الفتحات اللي عملتها بالمسامير من الناحية التانية مش هيأثر كتير على جودة اللعب، خصوصا وإحنا بقانا كتير ما لعبناش بينج بونج. عندي في المخزن كام لوح خشب مضغوط، وكمان لوح اورينتد ستراند بورد، بس دول كبار وتقيلين قوي وصعب أشيلهم لوحدي، عشان كده الترابيزة هي الأنسب. ممكن تستخدموا نفس النوع ده من الألواح، ويفضل يكون مقاسه مش أقل من 1.5 في 1.5 متر. بحدد مركز الترابيزة وبقطعة خشب زي الفرجار، برسم دايرة بنص قطر 75 سم. في العرض نص ترابيزة التنس أكبر شوية من مرتين 75 سنتيمتر في العرض، وأقل شوية في الطول، عشان كده بزودها بواجهة مطبخ قديمة. البيارة هتكون على شكل أسطوانة. جدران الأسطوانة أكثر صلابة ضد الضغط والتمدد من جدران المتوازي مستطيلات، وده حسب ميكانيكا المواد، مع إن سطح جدران الأسطوانة أقل بس حجمها أكبر من متوازي المستطيلات. أكتر شكل مثالي من الناحية دي هو طبعا شكل الكرة، بس التقنية اللي بيجربوها في قناة ياشا كوسياك لسه موصلتش لصناعة حاجات على شكل كورة. بقسم الدايرة اللي رسمتها ل16 جزء تقريبا متساويين. في الأول قسمت الدايرة ل4 نصين، كده بقوا 8، ولما قسمت كل نصين بقوا 16. قطعت شوية خشب صغيرين بطول 60 سنتي، وبمساعدة زوايا حديدية ومسامير قصيرة ثبتهم على الأجزاء اللي قسمت بيها الدايرة. بعد كده استخدمت قطع خشب WB درفيلين بورد اللي كانت في ظهر دواليب المطبخ، واحتفظت بيها بعد ما غيرنا المطبخ القديم اللي كنا عاملينه بإيدينا بمطبخ جديد برضه معمول بإيدينا. كنت ناوي أشتري أبلكاش رفيع، بس في الآخر عملتها من غير مصاريف زيادة. الأماكن اللي هركب فيها المسامير قررت أعملها غطسة الأول عشان رؤوس المسامير ما تبقاش طالعة، وكمان كده المفروض أقدر أفك القطعة اللي عملتها من قالب المصفوفة بسهولة أكتر. بمساعدة الزاوية بتأكد إن الخشبة واقفة بشكل عمودي، وبثبت لوح الفيبر من فوق بمسمار، وباخد خط رأسي من العلامة اللي على الترابيزة عشان ما أغلطش وأدخل المسامير في الخشبة صح. ما حاولتش أخترع العجلة، وقررت للسهولة أعمل قطعة موحدة، واللي باستخدام العدد المناسب منها أقدر أعمل أسطوانات بأحجام مختلفة، زي ما بيحصل في خزانات الصرف الصحي الخرسانية الجاهزة. ده هيكون حلقة بس مش عادية، دي هتكون مركبة. في الأول كنت فاكر إنه عشان القوة هحتاج أضيف دعامات مائلة للخشب جوه الدايرة. بعد ما ثبتت لوح الفيبر بورد وربطت كل حاجة، لقيت القوة كفاية للي كنت مخطط له. في أماكن وصلت الفايبر بورد ضفت دعامات خشبية رأسية زيادة. الشغل كله أخدش أكتر من ساعة، والقالب بقى جاهز، يعني عملته من حاجات ملهاش لازمة. قررت أستخدم ألواحا من مادة عزل حراري فعالة جدا اسمها بينوبلكس كومفورت، سمكها 3 سنتيمتر كأساس لمادتنا المركبة. المادة دي بتستخدم كتير في عزل الأسطح والجدران والبلكونات. بينوبلكس كومفورت دي ألواح ناعمة من بوليسترين فوم مبثوق. المادة دي قوية للغرض، مش بتمتص رطوبة أو بتتعفن، وعازل حراري ممتاز وآمنة بيئيا. يا تبع
الألواح الملساء بديها خشونة باستخدام سلاح منشار يدوي بعدما فكيته من اليد. على فكرة في كمان ألواح بتكون خشنة من الأول، ودي اسمها بينوبلكس فينا. في أقرب محل أدوات بناء لقيت الملساء بس، فقررت أخليها خشنة بنفسي بدل ما أروح لمحل أبعد. أنا اشتريتهم بعرض كويس. ليه في خزان الصرف اللي أنا مخطط له ده وقته. هتكلم عن العزل الحراري للمادة دي بعدين، عشان ما أبهدلش الأرضية الخشب وأنا بشتغل في الخلطة. زي دايما فرشت مشمع بولي إيثيلين. الألواح ليها حافة على شكل ال، بدهنها كويس بفوم لاصق بوليوريثان، ولحد ما تلزق بحط عليها وزن عشان تثبت. المهم إن الألواح تتلزق بشكل مستقيم. عشان أحسب محيط الدايرة بقطر 1.5 متر، بضرب القطر في باي، يعني 1.5 متر في 3.14 بيساوي 4 متر و71 سنتي. بحط الشبكة الزجاجية المقاومة للقلويات على التقاطع، وبقصها بطول 5 متر، والعرض زي عرض لوح العزل الحراري تقريبا 60 سنتي. بشيل الفوم اللاصق اللي طلع وبقى ناشف. بعد كده بجهز الخليط اللي بيستخدم للصق وعمل طبقة مسلحة على مواد العزل الحراري اللوحية. جربت ماركات مختلفة وكلهم كويسين، وبقول ده كحد مش محترف. كنت ساعات ببدلهم بغراء البلاط، لكن شركة بينوبلكس بتنصح باستخدام خلطات مخصوصة متصممة للغرض ده، فيها بوليمرات ضرورية بتضمن تثبيت قوي للطبقة الأساسية المسلحة على ألواح العزل، وإحنا فعلا هنحتاجها جدا. بعد كده بيبدأ عملية المشاهدين الدائمين لقناة أغاني ياشا كوسياك شافوها كتير قبل كده، حتى المبتدئ تماما يقدر يتعامل مع الشغل ده. بحط طبقة لاصقة على البينوبلكس بشكل متساوي تقريبا، وبحط عليه شبكة فايبر جلاس علشان أخلي السطح ناعم. في الآخر بعدي عليه كذا مرة بالمسطرة العريضة. الشبه بين الفيديو ده وكثير من فيديوهاتي واضح هنا. الفيديو بينتهي وفي تكملة. أنا كنت حكيت قبل كده إزاي جات لي الفكرة الشتاء اللي فات. ده حصل وأنا بعمل قاعدة حمام من البوليسترين للحمام الأوروبي اللي عندنا في الشارع. ساعتها قدرت باستخدام شبكة مثبتة إني أحني المادة الهشة دي لدرجة كبيرة جدا. ساعتها قلت لمتابعين قناة أغاني ياشا كوسياك إن ده المفروض يخلينا نوصل لمستوى جديد في استخدام المادة المركبة دي في الثلاثي الأبعاد. هو ده اللي المفروض يحصل، والسبتك أول خطوة في الطريق. وإن شاء الله في المستقبل نقدر نعمل حوض استحمام أو حمام سباحة وحاجات تانية تخلي حياتنا أحلى. أحب أفكركم إني استخدمته لأول مرة في النسخة المسطحة في جدران مشروع بيت ب$1000. أنا بحاول أستخدم أرخص طرق البناء، بس حتى الطرق دي محتاجة شوية فلوس. عشان كده فعلت ميزة الرعاية على يوتيوب. تقدر تدعم القناة مرة واحدة من خلال ميزة سوبر شكر، سوبر شات أو سوبر ستيكرز، والمشاهدين من روسيا يقدروا يساهموا في تطوير ويمكن كمان في تكنولوجيا شعبية مستقبلية عن طريق خدمة بوستي. الرابط تحت الفيديو. شكرا مقدما. نكمل. في اللقطات دي بصنع أول حلقة مركبة ليا. مفيش حاجة أقدر أعلمها هنا لأني أنا نفسي لسه بتعلم. زي ما احنا شايفين، الواحد اللي عنده مهارات عادية جدا ومش محترف في البناء، يعني أنا، قدر يعمل كل حاجة من أول مرة تقريبا. شايف قدامي طريقتين سهلين للتصنيع. ممكن تلزق وتغطي بالشبكة على طول شريط يكون طوله قد محيط القالب، وتعمل ده وانت حاطط الشريط بشكل أفقي ومريح، وبعد كده تلفه حوالين القالب. بس المساحة اللي عندي تحت السقف مش بتسمح لي أعمل كده. الطريقة التانية هي إنك تلزق وتغطي كل لوح لوحده وانت حطيته بشكل رأسي. الخليط اللاصق بيمسك كويس جدا في الKBBS، عشان كده الموضوع مش صعب. جربت الطريقتين مع بعض مرة واحدة أتأكد إنهم ينفعوا. لفيت شريط بطولي واحد ولزقت ورقتين من الKBBS، وبعدين زودت ورقتين تانيين ورا بعض وعملت لهم إطار. حابب أفكركم يعني إيه مادة مركبة، أو زي ما بنسميها باختصار كومبوزيت. الكومبوزيت هو مادة مصنوعة من مكونين أو أكتر ليهم خواص فيزيائية أو كيميائية مختلفة بشكل كبير، واللي لما بيتجمعوا مع بعض بيكونوا مادة جديدة ليها خصائص مختلفة عن خصائص كل مكون لوحده. الجو ما كانش بارد وكان فيه رطوبة، وطبقة التدعيم كانت رفيعة، فنشفت بسرعة ومسكت نفسها،
فقررت أفك العوارض اللي كنت مثبتها مؤقتا. الترجمة من سيميون: الخلطة بتوصل لقوتها الكاملة خلال 28 يوم. لما بتبان نشفت في الأول بتكون سهلة في الشغل، وعشان كده قدرت أصلح العيوب الصغيرة بسهولة. شبكة التسليح اللي فتحاتها 5x5 ميم خلصت، فقررت أستخدم شبكة فايبر للياسة بفتحات 10x10 ميمي. دي كانت باقية من شغل نص السقف اللي عملته من الفوم لبلكونة مفتوحة في مشروع بيت $1000. وبما إن السباك حاجة مهمة ومسؤولة، قررت أعمل تسليح مزدوج. أول تجربة لي في وضع خليط الجبس على سطح أسطواني كانت ناجحة، حتى إنني قدرت أضبط السطح كويس باستخدام المسطرين الطويل. وأنا مستني الطبقة تنشف بدأت أجهز قطع لقاع ووش السباك اللي هعمله. الجو في بيلاروسيا في الربيع مش متوقع وخطر جدا، وبطلت تفرحنا بالأيام الدافية فجأة، وبقى الجو ممطر وبارد. ما قدرتش أشيل الخاتم من القالب وهو لسه مبلول، وما فيش وقت أستنى، فعشان كده قررت أغير الخطة. باستخدام الرينوفيتور اللي هو أداة متعددة الاستخدامات، قطعت لوحة DVP بحرص من غير ما أجرح الفوم، وللأمان أكتر ثبت الخاتم مؤقتاً بكواع حديد من برا. عشان دي أول مرة أعمل الشغلانة دي بحب أكون حريص. ممكن بعدين بعض الخطوات دي ما يكونش ليها لازمة وألغيها. لسه مش عارف إزاي ممكن يتصرف المركب ده اللي مش مدروس كويس. بحدد بالقلم الرصاص عشان أقدر أرجع القالب مكانه بسهولة لما أجي أعمل الحلقة اللي بعدها. دلوقتي عرفت أثبت لوح الفيبر من غير ما أقصه كل مرة. بفك المسامير من القاعدة وفجأة يتبع. النتيجة حتى أحسن من اللي كنت متوقعه. منظر مثير للاهتمام جدا. على الحلقة اللي أطرها الداخلي 1.5 متر استخدمت 4 ألواح من الفوم مع حتة صغيرة كمان. وريت صورة المرحلة دي لأصحابي، ما فهموش إزاي قدرت أشيل الفوم بالطريقة دي. الشكوك إن الحلقة بتاعت البيارة بالطريقة دي ممكن تفشل راحت. الباقي كله مسألة خبرة، والخبرة بتتكون قدامكم دلوقتي. على السطح المقعر أسهل حاجة إنك تحط اللاصق وإنت بتحرك المالج مش بشكل رأسي لكن أكتر بشكل أفقي. أنا فهمت النقطة دي من أول 2 متر اشتغلتهم. مشروعي اللي اسمه بيته $1000 فيه حمام خارجي ودش خارجي معمولين بنفس الطريقة باستخدام الفوم العازل. ممكن دلوقتي كنت عملتهم بشكل أسطواني، بس دلوقتي راح بيتنا الرئيسي في خطر. المشاهدين الدائمين لقناة أغاني ياشا كوسياك أكيد فاكرين الفيديو اللي حكيت فيه ووريتكم إزاي طورت السبتك القديم بتاعنا. في البداية كان معمول من بئرين، كل واحد فيهم فيه حلقتين خرسانة بارتفاع 1.5 متر، ومن البئر التاني اتعملوا 3 خطوط تصريف بطول 6 متر لكل واحد. أول 10 سنين كان كل حاجة ممتازة وما كنتش محتاج أي صيانة أو تدخل خالص، لكن غالباً مع الوقت التربة اللي حوالين البير اتسدت بالطين، وبدأنا نحتاج نجيب عربية شفط المجاري اللي مش رخيصة. ساعتها عملت تحديثة وأضافت بير ثالث من حلقات بوليمر رمل مترية. متابعة. بما إني حطيته قريب من الاتنين الأولانيين شكله دخل في منطقة الطين، والتحديث ده ساعد بس ل2 سنين تقريبا.
دلوقتي شايف قدامي طريقين. الأول إني أكرر تصميم التانك القديم، بس المرة دي باستخدام الحلقات المركبة الخفيفة دي في مكان جديد في الجهة التانية من البيت، وبرضو أنسى الموضوع ده لمدة 10 سنين على الأقل. أنا شغال زي الفخاري، بس بالعكس، أنا ميال أكتر للطريق التاني، أعمل خزانة صرف صحي بيولوجي ينضف 198% وانسى الموضوع نهائي. زي ما فهمت، في خزانات الصرف الصحي الجاهزة اللي بتنضف بيولوجيا بعمق، أغلب التكلفة بتكون في الخزان البلاستيك الكبير نفسه. الطريقة دي زي ما أنا شايف المفروض تخليني أوفر جامد في التكلفة دي. في النوع ده من خزانات الصرف الصحي كل الشغل في تنظيف المياه بتقوم به البكتيريا اللي بتحب الدفء، عشان كده خاصية العزل الحراري بتاعة الفوم هتكون مفيدة جدا هنا. الخزان الجديد المصنوع من مادة مركبة دافئة هيشتغل بكفاءة في البرد زي الحر. باقي المكونات زي الحشو شبه الفرشة ونظام المواسير البولي بروبلين البسيط وكمبروسر التهوية الصغير تكلفتهم المفروض مش عالية. على كل حلقة بتدعيم مزدوج استخدمت مش أكتر من 12 متر مربع وشبكة فايبر جلاس و4 شرايح شوية زيادة من الفوم العازل. لما تعرف استهلاك الخامات هتقدر تحسب التكلفة عندك بسهولة. الحلقة الواحدة حجمها متر مكعب تقريبا، ولو البيارة فيها 3 حلقات هتحتاج نفس كمية الخامات تقريبا. سهل جدا تنقله بنفسك في مشوار واحد لأرضك أو بيتك في المصيف، لو حطيته في شنطة عربية زي موسكوفيتش قديم أو حتى موسكوفيتش جديد. بسبب الفيضان اللي بيجي عندنا كل 10 سنين منسوب المياه الجوفية ارتفع جدا. البايوسيبتيك اللي بينظف المياه لازم يفضل مليان تقريبا على طول حسب نظامه، عشان كده في السنين دي مش هيكون في خطر انه يتكسر او يطفو على السطح. في بدروم بيتنا الرئيسي اللي غاطس حوالي 1 متر بس، كنت بروح اجيب المخللات في ابريل ده وانا لابس جزمة صيد، ولما جه مايو الوضع ما اتغيرش كتير. عشان نركب الصرف الصحي الجديد لازم نحفر حفرة عمقها 1.5 متر، وبالسرعة اللي بينخفض بيها منسوب المياه الجوفية. في أحسن الأحوال هقدر أعمل كده في بداية الصيف بس. إحنا تقريبا عرفنا نعمل جسم الصرف الصحي بالفوم العازل، ومش شايف إن ليا الحق الأخلاقي أحتفظ بالمعلومة دي اللي ممكن تهم حد، وعشان كده قررت أنشرها دلوقتي. وفي الفيديو الجاي عن موضوع الصرف الصحي هنركب الصرف وهنبدأ نصنع مكوناته الداخلية. الطواقي اللي بعد كده بدأت تظهر بسرعة زي العيش السخن. استكمالا للموضوع، الصرف الصحي، حوض الاستحمام، خزان المياه، الكمبوستر، حمام السباحة، السرير الدائري العالي والدافي، دي بس أول استخدامات جات في بالي للطريقة دي. عشان كده دوس لايك، اشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك، واشتركوا كمان في القناة التانية اللي أنا وصاحبي مارك بنسافر فيها بلاد بعيدة بأقل ميزانية، وبنطبخ في أماكن صعبة على ميدزن وتيك توك. كل الروابط تحت الفيديو. دوسوا كمان على الجرس وساعتها هبلغكم بكل جديد. يا رب يعم السلام في العالم. شكراً.